السلام عليكم. مرحبا بكم من جديد على قناة قصص مرعبة. القصة ديالنا اليوم حول الجار السفاح بعد ما اكتشف أمره من طرف الشرطة، والأحداث المرعبة اللي وقعت تما اللي غنحكيها لكم على لسان الشاهد على هذا الأمر. إذن على بركة الله نبداو قصتنا. حسن هو جارنا شحال هادي منذ سنوات، ساكن بوحدو في الدار، وملي عقلت هو على هذاك الحال، ما عنده لا أهل لا أصحاب. دارو حدا دارنا، ومعروف عليه البساطة والخجل وأخلاقه الطيبة، لدرجة ملي كدوز من حداه ما كيقدرش يهز فيك عينيه، وكل شي متفق أن هاد الإنسان أطيب خلق الله. والشيء الغريب في شخصية حسن هو أنه في بعض الأحيان كيبقى حتى الوقت متأخر من الليل، وكيجيب معه واحد الصاك كبير وكيهزو على كتافه، وكيبان من الشوفة أنه تقيل عليه، وكيوصلو للدار غير بالزز. وحيث هو غير فلاح بسيط كيبقى أغلب الأوقات حدا المنزل ديالو، وكنا دائما كنسمعو في المدينة اللي قريبة لينا بأخبار اختفاء النساء والفتيات. لكن بالنسبة لنا هادشي شيء عادي كيوقع في أي بلاد. حتى لواحد النهار بدون سابق إنذار جاو الشرطة بأعداد كبيرة وطوقوا المنزل ديال جارنا حسن، وكنت أنا من الحاضرين أثناء المداهمة ديال المنزل. ومن الوهلة الأولى الشرطي الأول اللي دخل خرج كيجري وكيغوت ومرتعب وكيقول: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. دخلوا رجال الشرطة الآخرين وكلهم بدأوا بالصراخ لبشاعة المنظر. وهنا كانت الصدمة، لقوا جثث نساء مقطوعة الرأس معلقة من رجليها في السقف، وكذلك جماجم مجوفة من الداخل وكيستعملها حسن ككؤوس للشرب. والجثث ديال دوك النساء مسلوخة الجلد، ونفس الجلد ديالهم مصنوعين به كراسي للجلوس. منظر أقل ما يقال عنه أنه يجمد الدم في العروق، ويقدر يحرمك من النوم لأيام طويلة لو كنت من الحاضرين. ومن المفاجآت كذلك أنهم لقوا ثلاجة عامرة بأحشاء البشر. لا يعقل، لا يعقل حسن يدير هادشي كله وهو معروف عليه الخجل والحشمة. كانت أكبر صدمة لسكان المنطقة، لأن كل شيء تتوقعوا منه إلا هادشي، وما حد الشرطة كيبحثوا في المنزل وإلا كيلقاو المفاجآت. فبعد ما لقاو 3 الجثث لنساء في غرفة واحدة، اللي بالمناسبة كانوا هما نفسهم اللي اختفوا هذه مدة قصيرة فقط في المدينة، لقاو كذلك غرفة أخرى فيها دماء البشر في قوارير وبعض الأوراق فيها تعاويذ شيطانية. ومن الأمور المرعبة كذلك هي أن المنزل ما فيهش الكهرباء، يعني حسن يعيش في الظلام ليلا ونهارا. والمهم بعد ما تعتقل حسن وأثناء البحث معه اعترف بعض الأمور الصادمة، واللي من بينها أنه أصلا حاقد على النساء وكيتلذذ بذبحهم وتقطيعهم وسلخ جلدهم، وهادشي بسبب معاملة الأم القاسية ليه في الصغر ديالو من الدرجة الأولى. ومن ناحية أخرى هو أنه فشل مرات عدة في دخول علاقة حب مع أي فتاة، الشي اللي خلاه يعتبرهم كاملين عدوات ليه. واعترف كذلك باللي بعد ما كيخطف المرأة وكيقتلها سواء عن طريق الذبح أو الخنق، كيديرها في صاك كبير وكيديها للمنزل ديالو، وهو نفس الصاك اللي كيشوفوه الناس كيدوز بيه من حداهم. واعترف كذلك بممارسة السحر والشعوذة وكل ما فيه هدية للمرأة. وهذه القضية هزات الرأي العام وتطلق عليه سفاح النساء، واللي كان مجموع الضحايا ديالو 7 نساء. حسن الخجول طلع أكثر وحشية من أي مجرم آخر. بعد هذه الأحداث كلها حسن تحكم عليه من طرف المحكمة بالإعدام، وهذا الحكم أكثر من مناسب لشخصية بحال هذه الشخصية. كانت هذه قصة حسن السفاح من البداية للنهاية. إذا عجبكم هذا المحتوى دعمونا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، وبطبيعة الحال آراءكم تهمنا، وخلوا لنا آراءكم في التعليقات.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.